هنعمل الكشري المصري في البيت اطعم واحلى من المحلات وانضف. جبت 4 ترغيفة عيش بلدي، رشة ملح خفيفة، رشة كمون، هنتبله، معلقتين زيت صغيرين. انا قلت بدل القلية ويبقى حامي العيش حامي ندخله الفرن احسن يتحمص وبيبقى طعمه جميل. اجيب 4 بصلات هقطعهم شرايح كده رفيعة بالشكل ده. الكشري ملوش مقدار معين، كل واحد بيعمل على حسب عدد افراد اسرته، انا عامله مقدار صغير. هتبله رشه ملح خفيفه. هجيب معلقتين دقيق على معلقه نشا وابدا ابدره كده. حطيت زيت سخن على النار، هبدا اقلي البصل فيه. ما كترش البصل عشان يتحمر ياخد راحته. بعد ما البصل خد اللون الذهبي الحلو ده، مش عاوزين نغمقه اكتر من كده علشان ما يمررش ويكون طعمه وحش. يفضل اطلعه على صينيه مفروده كده من غير ورق مطبخ، علشان ورق المطبخ بيخليه يطرى. احنا عايزينه مقرمش، احنا عايزين نفرده كده على الصينيه عشان يفضل بقرمشته. هنعمل صلصه الكشري. اخدنا معلقتين من زيت البصل اللي قلينا بيه، هنحط فيه معلقه ثوم كبيره. نبدا بعد ما الثوم اخد لون دهبي فاتح كده هنزل عليه بمعلقه صلصه واشوحها عشان الملوحه بتاعت الصلصه تطلع. اضيف عليه عصير الطماطم، هضيف معلقه ملح صغيره، معلقه كمون صغيره، معلقه سكر صغيره عشان الحموضه بتاعت الصلصه. اتسبكت معايا الصلصه كده وبقت بالشكل الجميل ده، مش عاوزينها اتقل من كده. هبدا اضيف عليها ربع كوبايه خل، تاخد غلوه واحده معاها واظبط ملحها واطفي عليها. معلقتين زيت كبار سخنوا معايا بالشكل ده، نزلت عليهم نص كوبايه شعريه. بعد ما الشعريه خدت معايا اللون الذهبي الحلو ده، هجيب كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي واضيفهم عليهم. شوحت الرز كده مع الشعريه. جبت كوبايه ونص من العدس بجبه، غسلتهم كويس بميه، جبت غليت ميه ونقعتهم فيهم لمده ساعه. هتبل الرز معايا بالملح والكمون. هضيف اضافه حلوه تخلي طعم الرز في حته تانية. جبت ربع بصلايه صغيره مع فص من الثوم، دعكتهم بالملح والفلفل، هضيفهم عليهم وابدا اشوحهم معاهم. انا بحط ميه على اساس الرز بس مش على العدس والشعريه. عندي كوبايتين رز، وكل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ونص ميه مغليه، هنزل بيهم عليهم. ده شكل الرز بتاعنا الجميل بعد ما استوى اهو، مش معجن ولا اي حاجه، والعدس مستوي والرز مستوي. غليت ميه، ضفت لها ملح وزيت، وحطيت نص كيس من المكرونه الكشري الصغيره ونص كيس من المكرونه الاسباجيتي، واسيبهم يستووا. بعد ما يستووا اصفيهم. عشان نعمل الدقه الحلوه بتاعتنا، جبنا كوبايه ميه، هنحط عليها معلقه ثوم كبيره، معلقه ملح صغيره، معلقه كمون صغيره، معلقتين خل كبار. هضيف عليها ربع معلقه من الصلصه علشان تديني اللون البينك الحلو بتاعها. عشان نعمل الشطه الحلوه بتاعتنا، هنجيب ربع كوبايه من الصلصه اللي احنا عملناها، هضيف عليها معلقه شطه. انا مش عايزه اشوح الشطه على النار علشان ما تبقاش حاميه بزياده عليهم. معلقه كمون، معلقه ملح. غرفنا المكرونه بالشكل ده، هضيف عليها الرز بالعدس بالشعريه الجميل ده. هضيف الحمص بتاعنا ده، جبته ونقعته 6 ساعات وبعدين سلقته باضافه معلقه صغيره من الكربوناتو. طبق الكشري بتاعنا بقى جاهز، شايفين شكله الجميل وريحته حلوه وطعمه احلى.